أحيت المدرسة الابتدائية كاتبي محمد بحيث تمية سكن عدل كرمان بولاية تيارت ذكرى المولد النبوي الشريف بغية تعريف التلاميذ بخير الأنام محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، كاتبي محمد عادل كارمان بإحياء هذه الذكرى العظيمة. أناشيد يعني دينية تحكي على السيرة النبوية العطرة، وطرحنا بعض الأسئلة على التلاميذ. مثلا من هم بنات النبي عليه الصلاة والسلام؟ متى كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي كفل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الهدف تاعنا من هذا الاحتفال هو ذكر وغرس في أذهان تلاميذنا وأبنائنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وتبقى كل منطقة تحتفل حسب عاداتها وتقاليدها بحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله. هنا في ولاية تيارت يعني عندنا عادات وتقاليد في هذه المناسبة الشريفة. يعني تقوم الأمهات كما راك تشوف يعني بصناعة نعيطوا لها التقنتة أو الطمينة، ويصنعوا يعني يطيبوا ما يسمى في بعض المناطق البلفوكس، حنا نعيطوا في مدينة تيارت العيش. ومناسبة لزيارة الأهل والأقارب